لو عندك بيزنس جديد ونازل اونلاين وعندك منافسين كتير، لازم في الاول تخسر عشان تكسب عميل. احنا طول عمرنا لما بنيجي نشتغل ما بنحسبش العميل كلفنا كام في الاول قد ما بنحسب اللايف تايم فاليو بتاعت العميل ده، لان العميل ده لما هيطلب مني مرة انا دفعت فيه فلوس، بعد كده هيطلب ومش هحتاج ان انا ادفع فيه فلوس تاني. احنا ممكن ننزل بعرض اللي احنا نكسب منه قليل جدا او ما نكسبش خالص، بحيث ان احنا نستحوذ على اكبر قدر من العملاء. وبعد كده لما نعمل ضجة والعملاء دي تطلب مننا ونديهم كاستمر سيرفيس كويسة، ونديهم لهم لويالتي بروجرام كويس، ونديهم افتر سيلز كويسة، والعميل يبقى لويال لينا، بالتالي الشهور اللي بعديها هنبتدي نكسب. لان مفيش مشروع بينجح من اول شهر او من تاني شهر. يعني عندنا فترة التستنج او فترة اللي احنا نعمل فيها بريك ايفن اقل حاجة 3 شهور. الحاجات اللي احنا بنعملها في الاول دي بتسرع ان احنا نعمل بريك ايفن من الشهر الثالث.